السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ سكينة غنمي. اليوم غادي نحضر معكم الطريقة اللي كنحضر بها سباكيتي بالصلصة ديال الطماطم اللي كتجي رائعة. كنصحكم باش انكم تجربوها. هنايا اول حاجة درت مطيشه كطيب. بالنسبة للطريقة ديال المطيشه غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. راه ديجا شاركت معكم الطريقه ديالي. غادي نزيد ليها التوابل، كنزيد له الملح، الابزار، سكينجبير، الحرقوم، تحميره، قزبور معدنوس، عندي حبه ديال البصله اللي حكيتها وجوج فصوص ديال الثوم محكوكين. وغادي نغطي عليها ونخلي المطيشه ديالنا حتى كطيب. في هذه الاثناء درت الماء كيغلي، غنضيف ليه شويه ديال الملح وشويه ديال الزيت وغنزيد ليه السباكيتي ونخليوها حتى كطيب عندنا. نحاولوا ما نطيبوهاش يعني اكثر من القياس باش ما تجيناش معجنه. هنا صافي سباكيتي ديالنا راه طابت، غادي نطفي عليها وغادي نصفيها. وبالنسبه للمطيشه راه هنايا بدات كتقلى عندنا، غادي نزيد ليها 2 مغارف كبار ديال الماء اللي طيبنا فيه سباكيتي، نخليها تزيد طيب مزيان. من بعد ما طبت عندي مطيشه ونشفات لي من هذاك الماء، غادي نزيد ليها سباكيتي اللي صفيتها من قبل. في هذه الاثناء يعني هنايا انا غادي نضيف ليها علبه ديال الطون ديال الزيت، ممكن انكم تضيفوه ممكن انكم ما تضيفوش. وغادي نضيف كذلك كميه ديال الفرماج. وكتكون هذه هي النتيجه النهائيه ديال السباكيتي ديالنا ديال اليوم. كتجي رائعه، كنصحكم باش انكم تجربوها. وكيف العاده الى وصلتوا للاخير ما تنسونيش بالتعليقات ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.